صراحة كده يا شيخ ممكن تتجوز على أم مالك؟ أحكي لكم قصة حصل زيها كتير قوي. احنا داخلين على العيد في محل ملابس نسائي يعني، بس هو محل غالي جدا. فأنا حبيت أعمل مفاجأة لأم مالك، ورحت لها قلت لها أنا ناوي أجيب لك لبس العيد من المحل ده. قالت لي أنا ما بخرجش كتير ومش عايزة لبس، أنت المصاريف كانت عليك في رمضان كتير، خصوصا بعد ميلاد يعني أو مولد مليكة، أنا مش عايزة لبس أصلا. فكرة ده موقف من جملة مواقف كتير جدا. أم مالك إلى الآن لما تيجي تطلب حقوقها المالية، الحاجات بتاعتها الضرورية اللي أنا لازم أجيبها، بتطلبها وهي محرجة كأننا أغراب، إنها لا تقصر معي في شيء. بارك الله فيها. ما فيش أصلا من وجهة نظري زي أم مالك أصلا. ولو في، طيب ما أنا معايا الأصل، اروح ليه للفرع؟ اروح ليه للتقليد؟ ربنا يحفظنا لبعض ويحفظنا من الشرور يا رب، ويرزقكم بالزوج الصالح وبالزوجات الصالحات. خلاص يا ست، انا عملت الفيديو اللي انت قلتي لي عليه اهو عشان تضمني ان انا مش هتجوز عليكي تاني. خلاص اهو. لا والله بهزر، مفيش حد، انا بتكلم الحيطه. مع السلامه. واحده واقفه بتصلي وجنبها الكلب على المصلية، إنها بتعاند كلام النبي صلى الله عليه وسلم. رأي الجمهور إن الكلب نجس، ورأي الجمهور إنه حرام يدخل إلى البيت. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، إحداهن أو أولاهن بالتراب، فاستدلوا على ذلك بأنه نجس. من اقتنى كلبا في بيته إلا كلب صيد أو حراسة فإنما ينقص كل يوم من أجره قيراطان. أنت ليه بتغامري بصلاتك؟ ده الصلاة دي هي عمود الدين. حد يغامر بصلاتي فصلاتك كده باطلة. لكن ده فعل ناس لا تهتم بصلاتها، يعني عايزين يعملوا شو. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. ربنا يهدينا جميعا. مع السلامة. يا نهار ابيض، استعملت السواك وانا صايم، انا كده صيامي باطل؟ خلاص كده راح. بص يا حبيبي، هنا متفقين على حاجه بسيطه جدا، ان محدش من علماء الامه ابدا قال ان الصائم لو استعمل السواك يبقى صيامه باطل. كل اللي قالوه الشافعيه ان استعمال السواك للصائم بعد صلاه الظهر او بعد وقت الظهر يبقى مكروه، قالوا صيامه باطل. وقالوا ان هو كده بيزيل رائحة فمه اللي هي المتغيرة، والرائحة دي اطيب عند الله من ريح المسك. لخلوه في فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. ازاي هتشيل ريح المسك؟ لكن حتى الجمهور خلفوهم في ذلك، قالوا هي عند الله اطيب من ريح المسك، مش معنى كده اللي انا ما شيلهاش. على العموم استعمال السواك مطهرة للفم ومرضات للرب، وما تفطركش ابدا. ومحدش من الامه قال ان السواك بيأثر على صيامك. استعمل السواك زي ما انت عايز وانت صايم يا حبيب قلبي. وصل الفيديو لغيرك. سلام.